خلاصة وملخص الجولة 23 من الدوري الإيطالي موسم 2023-24. جولة غريبة فيها تعادلات كتير وفيها أهداف كتير في الماتشات اللي فيها أهداف، يعني أغلبها تعادلات سلبية ولكن أهداف غزيرة ودايما فرق هدف تقريبا في أغلب الجولة. طبعا ماتش الإنتر واليوفي ما كانش بداية الجولة ولكن عملنا له الملخص، ارجعوا له بحط لكم اللينك. فهنخش على افتتاحية الجولة على طول. ماتش ليتشي فيورنتينا كان ماتش مجنون، 3-2 لليتشي على ارضه على فيورنتينا. واضح كان في سيطره في البدايه لليتشي وكان في يعني اهداف وفرص ضائعه كتير لليتشي وتمكن من التقدم، وبعدين فيورنتينا تقدم، وبعدين يعني في النهايه خلص، يعني بعد ما ليتشي يتقدم 1-0 فيورنتينا يفوز 2-1 وبعدين ليتشي يعود من بعيد بالتعادل والفوز في الوقت بدل الضايع. ماتش مجنون وفيه اهداف جميله من ماندراجورا ودورجو، ولكن 3-2 ليتشي على فيورنتينا. امبولي جنوا يجي الماتش اللي بعديه كان ماتش تعادل، وكأن امبولي بعد ما كاس عامنا راحت كاس عام هو وتعادل مع جنوا برضو. امبولي كان الاخطر ولكن بلا فاعليه، والتعادل 0-0 بلا اهداف. اودينيزي مونزا 0-0 برضو، ملوك التعادل اللي كملين في التعادل، وبالرغم من ان هم كانوا مسيطرين حق ربنا ولكن سيطرة بلا اي فاعلية 0-0 اودينيزي مونزا. نيجي بعد كده الماتش اخر فروزينوني ميلان يعني مكمل في هوايته في حرق اعصاب جماهيره واعصاب المنافسين. جماهيره ان هو بيفوز بشق الانفس، واعصاب المنافسين ان هو بعد ما بيتعشموا يعشمهم ان هو هيخسر او حتى يتعادل وبعد كده يفوز. 3-2 على فروزينوني، 3-2، ويعني سوليه جابها بنالتي وعمل اسيست، فيعني سوليه هدف وصناعة هدف، ولكن في النهاية الميلان يفوز 3-2 ودفاع مضحك لفروزينوني. يعني شفت شوية في الماتش ده كان يعني دفاع قمة في الضحك، ولكن ميلان يفوز فوز مهم على فروزينوني 3-2. بولونيا يعود برضو من بعيد مع ساسولو بعد ما يتقدم ساسولو يفوز 2-1 وبعدين يرد ل 4-2 بولونيا على ساسولو، وهو ماتش الأهداف الجميلة، يعني زيركزي ولا فولباتو ولا فيرجسون، يعني كان ماتش الأهداف الجميلة. إلى أن طبعا هنتكلم يعني الهدف الجولة سهلها علينا، يعني جفارا. هنتكلم في يعني مش هنقعد نرغي كتير في موضوع أحلى هدف لأن جفارا حجز الموضوع. هنتكلم في ماتش نابولي. نيجي بعد كده ماتش تورينو ساليرنيتانا، برضو 0-0 تعادل مهم لساليرنيتانا على ارض تورينو. ونيجي الماتش نابولي، فوز مهم جدا لنابولي وصعب، يعني كان مهزومين 1-0 على هيلاس فيرونا. هيلاس فيرونا تقدموا 1-0 وبعدين نابولي عرف يتعادل، اول هدف لنونجي بعد ما ينتقل لهم. وثم اللوحة الفنية الإبداعية المهلبية اللي كل حاجة فيها هي من كفارا، هدف عالمي وهدف الفوز، احلى هدف في الجوله بلا منازع، يعني مش هنقعد نرغي كتير، هو هدف الجوله هو هدف الفوز لنابولي من كفارا. كرة من يعني يستلم ويلف من بره المنطقه بتوجيه ليزر ببطن رجله، يعني هدف عالمي، يعني فاللي ما شافوش لازم يروح يشوفه يعني. فده احلى هدف في الجوله، مش هنتكلم على الفقره دي ان انا خلاص اتقفلت يعني. نابولي يفوز 2-1 على هيلاس فيرونا. نيجي بعد كده اتلانتا لاتسيو، 3-1 سيطرة كاملة من اتلانتا على لاتسيو، 3-0 مستريحة، وفي الاخر بنالتي لايموبيلي يجيب الهدف اللي هو 3-1 للاتسيو، يعني اتلانتا على لاتسيو، ففوز كبير لاتلانتا على لاتسيو وفوز مستحق. نيجي بعد كده اخر ماتش اللي هو ماتش اللي قفل الجولة، روما كالياري 4-0. كان وان سايد جيم، يعني على قد ما انا شفت وان سايد جيم من روما، ما فيش يعني كاليار كان بيحاول بس محاولات ركيكة، وكان في بنالتي اتحسب وبعدين اتلغى بعد الفار. فعلا كان هو اللي داخل يعني المهاجم هو اللي كان داخل على رجل المدافع، فوان سايد جيم من روما. وكانت اهداف ملعوبه، كان في هدف تيكي تاكا كده من روما، كان هدف ملعوب، وبقول يا رب بقى يعني ايه الشغل ده يحصل الاسبوع الجاي. طبعا احنا عارفين هو هيلاعب مين الاسبوع الجاي وهنتكلم في الجوله القادمه، ولكن يعني الانتر من غير ما سسبنس يعني، فيا رب نشوف الحاجات دي. فوز مهم طبعا لديروسي، ويعني برضو الشيء بالشيء يذكر، هويسن جاب جون حلو كورنر كده بالهد، يعني حبيبنا يعني ايه بينمو ويترعرع في ارض روما، فلغايه ما يرجع لنا بالسلامه ان شاء الله، ربنا يستر ما تعجبوش القعده هناك. ففوز كبير روما على كالياري 4-0.
ده طبعا ملخص الجولة، وكانت يعني جولة سيئة جدا بالنسبة لنا كيوفنتوس. يعني حق ربنا احنا كان الماتش، يعني هما الجولتين اللي فاتوا امبولي والانتر. للأسف طبعا نتكلم على الترتيب في السريع. الانتر في المركز الأول ب57 نقطة ولسه ليه ماتش مؤجل. اليوفنتوس في المركز الثاني ب53 نقطة. الميلان في المركز الثالث ب49 نقطة. دول الثلاثة اللي يعني بعاد شويه عن المركز الرابع، لان فرق 10 نقاط بين الميلان واتلانتا في المركز الرابع ب 39 نقطه. روما مركز خامس ب 38 نقطة. بولونيا مركز سادس ب 36 نقطة. نابولي يبتدي يطلع تاني لسابع 35 نقطة. فيورنتينا بعد الخسارة ينزل تامن 34 نقطة بالتساوي مع لاتسيو 34 نقطة في المركز التاسع. تورينو ب 32 نقطة في المركز العاشر. جنوا في المركز ال 11 29 نقطة، نفس عدد النقاط مع مونزا 29 نقطة برضو بس في المركز ال 12. ليتشي في مركز 13 24 نقطة. فروزينوني مركز 14 23. ساسولو مركز 15 19 نقطة. وأودينيزي في المركز ال 16 19 نقطة، لو حاجز ما بين ال 16 وال 17 على طول. هيلاس فيرونا مركز 17 ب 18 نقطة. كالياري 18 ب 18 نقطة. امبولي 19 ب 18 نقطة أيضا. وسالرنيتانا في المركز الأخير ب 13 نقطة، يعني طلع من ال 12 نقطة. عندنا الأسبوع اللي جاي في كذا يعني مواجهة إن شاء الله خير. عندنا نبدأ الجولة يوم الجمعة سالرنيتانا امبولي، ماتش يعني هيكون على ارض سالرنيتانا، فممكن يعني نشوف تعادل فيها دي لما نشوف. يوم السبت في 3 ماتشات. كالياري لاتسيو، المفروض يعني لاتسيو يعني يفوز، ولكن كالياري على ارضه بيكون صعب شوية. روما انتر، يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب، امين يا رب العالمين. اي حاجة بقى، اي حاجة يعني. ساسولو تورينو برضو ماتش هيكون يعني متكافئ الى حد ما. ونيجي يوم الاحد عندنا فيورنتينا فروزينوني. فيورنتينا حبه فوق وحبه تحت كما معتادين يعني. بولونيا ليتشي برضو يعني المفروض يكون ماتش سهل على بولونيا، ولو ان ليتشي يعني مقدم مستويات حلوه. كان ماتش فيورنتينا عامل شغل حلو. مونزا هيلاس فيرونا برضو ماتش يعني تعادل الى حد كبير. جنوا اتلانتا برضو ماتش مش هيكون سهل على اتلانتا لان على ارض جنوا. اي سي ميلان او ميلان مع نابولي، ده ماتش هيكون قمه الجوله، ماتش كبير ومهم. يا مسهل يتعادلوا الاثنين ويريحونا، يبعدوا يعني الضغط شويه عننا. ويوم الاثنين ماتش وحيد في ختام الجوله، اليوفنتوس على ارضه امام اودينيزي. يعني ملوك التعادل يا رب ما يعملوهاش معانا المره دي ويتعادلوا، وربنا يستر في القادم. دي كانت ملخص الجوله. طبعا احلى هدف زي ما قلت هدف جفارا، ما فيهوش مش هسالكم رايكم يعني اعتقد كلنا متفقين ان هدف جفارا احلى هدف في الجوله بلا منازع. دايما قبل ما بمشي بذكركم ان القناه دي مش بس عن الكالتشو او عن الكوره او عن اليوفنتوس، لا فيها كلام طبي وحاجات كتير، كلام عام، حاجات كتيره يعني. شوفوا القوائم، يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. لو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. وبذكركم برضو قبل ما نمشي ما ننساش اهلنا في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وكل المستضعفين بالدعاء ليهم، ربنا يحفظهم وينصرهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يدينا العمر والصحة، نشوف بعض على خير سواء في حلقة جاية أو في لايف جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.